زقها وليد الخرطوم بقى وليد. زق الخرطوم كده خليه يمشي. دخل معاه خرطوم الكهرباء ده وليد. دخل خرطوم الكهرباء ده معاه. 10/10 وعامل نسبة ميول 100/100. لو ما كانش عامل نسبة الميول دي كانت المشكلة دي هنقول كان ايه اللي حاصل يعني. ما شاء الله عليه اهو. راجل شغله 100/100 ولا في لا هوا وطوبة بتسليك ومشتركات بباب وكعان بباب. يعني هنا اهو تسليك فوق وتحت و100/100 يعني. صراحة الله ينور عليه. شغل 100/100 مفيهوش أي حاجة. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا اللي احنا شفناه ده بقى احنا بنعمل ايه؟ احنا في عماره سكنيه، عماره ما شاء الله كبيره فيها حوالي لا يقل عن 40 حمام او 37 حمام بالظبط، بمطابخ بمش عارف ايه، والعماره كلها بتتوضب في وقت واحد. يعني هي بتاعت عميل ما شاء الله بتتوضب كلها في وقت واحد. اللي احنا شفناه ده بقى اللي نزل ده من استخدام بقى الصناعيه واسمنت وقع وطوب ومش عارف ايه والكلام ده اللي هو واقع معايا اللي نازل من الماسوره ده. كل ده اللي هي الطوب والحاجات دي ده لسه العماره مفيش حتى حمام فيها واحد متشطر. ده اسمنت بقى وميه ونظافه ومش عارف ايه من بتاع السيراميك والكلام ده. الراجل اللي شغال ده راجل ما شاء الله عليه شغله 100/100 الله ينور عليه. هي بس كانت حاجه واحده انا محتاجها اللي هو ان انا ايه كنت حامل الشغل مثلا على كنات حديد ودي مش هتاثر في حاجه. تمام. اللي احنا بقى احنا بنجمع كان في غرفه بره مش معموله هنجدد هنعمل غرفه هنشوفها دلوقتي. وانا هزود شيك بلف هنا معايا اللي هو عشان لو حصل سدد في بره ما يردش هنا. اللي انا طالع اتكلم عليه اساسا احنا ما كانش في دماغنا ان احنا نتكلم على الفيديو ده ولا اي حاجه. احنا طالعين نتكلم على الشيك بلف ده. ده الشيك بلف يا جماعه اللي هو بتاع اللي كان اساسا موجود. كان اول شركه كانت عاملاه والله اعلم اللي انا على حد علمي كانت ويفن. ويفن دي اللي هي الشركه الالمانيه. بعد كده اتعمل صيني فاخيرا عملته لنا المصريه الالمانيه ايجيك. ده من منتج كاسل يا جماعه. ده سمارت هوم اهو اسف من منتج سمارت هوم اللي هو تابع لشركه بانينجر يا جماعه. الشيك بلف ده عشان في ناس كتير قالت لي كل ما اجي اعمل عندها شغل حاليا حتى احنا شغالين في مكان والمهندس طلب مني قال لي انا عايز اركب شيك بلف. الشيك بلف ده ما يركبش على الفاضي والمليان. في اماكن معينه يركب فيها الشيك بلف. يعني انا العماره اللي انا فيها دي لو هي ما كانتش محتاجه ان انا امنها بشيك بلف انا مش هركبه. العماره عندي هنا عشان واطيه الشغل ده جاي يعتبر بمستوى الشارع. عشان انا العماره عندي هنا جايه في منزل فالعماره جايه عاليه فجايه مع ال6 بوصه بتاع المكان. فلا قدر الله لو حصل سدد ولا حاجه ممكن يرد عندنا. فاحنا زودنا حاجتين. عملنا الشيك بلف ده هنركبه جوه هنا في المخزن ده مش هركبه بره عشان ما يتردمش. هيبقى جاي في وسط جنينه. لو حبيت اعمله بره لازم اعمل له غرفه هتبقى غرفه قبل الغرفه. فطبعا حبيت ان انا اركبه هنا معلق يبقى موجود في المكان ده حتى لو في صيانه. حتى لو حبيت اغيره لو باظ لو جرى له اي حاجه لو حبيت اغيره هيبقى التغيير بتاعه سهل غير ما يكون في الارض. لما يكون في الارض ومعمول في وسط غرفه يعني احنا بنتكلم لو بنسبه 5%. لكن لو عندي فوق معلق انا ممكن اقطع واركب جلبه الاصلاح. انا ممكن افك الشغل ده واركبه تاني غير ما يكون الشغل في الارض. خصوصا بقى ان هو هيبقى جاي في قلب المكان اللي هو حوض الزرع اللي بيتعمل قدام البيت او جاي في جراج او زي ما يكون. فاحنا عملناه معلق. اللي عندي هنا ده كده هيركب معايا بره هنا كده في المعلق. زي ما قلت ما بيركبش في اي مكان. ما بركبهوش على الفاضي والمليان. لو انا عندي المواسير دي احنا في اماكن بتحكمنا ان احنا نعمل المواسير بتاعتنا وبنضطر ننزل بحته حوالي 1.5 متر او 2 متر او 1.70 متر زي ما يكون وارمي على الغرفه. الكلام ده انا ما عملوش شيك بلف لان هو مش محتاج. لو حصل سدد مش هيجي عندي لان انا المواسير بتاعتي اعلى من الشارع. لو حصل سدد السدد ده هيجي بره مش هيجي عندي انا هنا. فانا عامله ليه شيك بلف حتى يا رب لو يكون ب 100 جنيه مش هنقول بقى هو غالي ولا رخيص ولا الكلام ده. احنا بس عشان ما نركبوش على الفاضي والمليان. عشان والله العظيم الطلب مني والله لحد دلوقتي مثلا مرتين. في 2 قالوا لي انا عايز اعمله. واحد عميل كنت واقف معاه وانا واقف كده قلت له حضرتك انت اعلى من الشارع. اعلى من الشارع بحوالي متر. طب هتعمله ليه؟ ولو حصل سدد ولو حصل حاجه هيطرد في الشارع مش هيجي عندك لان البلاعه بتاعت الشارع اطول من البلاعه بتاعتك.
العميل التاني قال لي انا محتاجه. طب احنا محتاجينه ليه؟ انا عندي البلاعات اعلى من الشارع بيجي متر، هعملها ليه؟ فزي ما قلت ده ما بيركبش على الفاضي والمليان. هي بس والكلام ده انا مش بعيب في حد ولا لا، احنا بس فكينا والله ما كناش نعرف، فكينا فلقينا رواسب نزلت، فحبينا الحته دي عشان هنا فيها ميول كتير، فيها لا يقل عن 15 سم ميول، فحوالي 9 متر او اقل من 9 متر، فكل مجمعه الرواسب بتاعت البيت كله، فنضفناها زي ما احنا شفنا كده على اساس لما خلاص العماره ان شاء الله بتتشطب وهتسكن ان شاء الله على طول، فما يبقاش في حاجه ايه. يعني انا مثلا نفترض لو انا كنت ركبت الشيك بلف ده كده، الشيك بلف ده كان هيعلق معايا من البوابه دي، انت هتيجي حصوايه هنا اهو، هو ده بوابه اهو اللي هنا ده اهو باين ده اللي هو الرداخ اللي جوه ده، الرداخ ده لو جت طوبه من دول ولا اي حاجه هيعلق، ولو علق الشيك بلف يبقى انا مركبه ملوش لازمه، لكن احنا نضفنا وركبناه، يبقى الشيك بلف ما بيركبش في اي مكان، ليه اماكن معينه يركب فيها عشان ما نطلبوش من الفني اللي شغال على الفاضي والمليان. بقى موجود دلوقتي، الاول كنا بندور عليه زي ما قلت كان موجود ويفن، بعد كده نزل منه الصيني، دلوقتي بقى موجود من سمارت هوم اللي هي الشركه المصريه الالمانيه ايجيك اللي هي الفي ار، متوفر عندهم، موجود عندهم المقاسين ال4 بوصه وال6 بوصه. محمد شعراوي والسلام عليكم.